مرة أخرى إلى الاكتشاف الذي توصلت إليه جامعة أسترالية بشأن توليد الطاقة الكهربائية من خلال الهواء. ويعود ضيفي من القاهرة دكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة. مرحبا من جديد دكتور سامح. مرحبا حضرتك. دكتور سامح، أن نولد الكهرباء من الماء أو من الرياح هذا أمر طبيعي ومعتاد، ولكن من الهواء ما القصة؟ هو حضرتك العلماء كانوا بيبحثوا عن بكتيريا قريبة من مرض السل والجذام. اكتشفوا بكتيريا اسمها سيمجيم اس. البكتيريا دي بيستخرج منها انزيم اسمه هوك. احنا علشان نقول ان في كهرباء يبقى عندنا مجموعة من الالكترونات بتتحرك. طيب الانزيم اللي اسمه هوك ده، لما بيبحثوا في الهيكل الذري بتاعه لقوا فيه ايونات مشحونه من النيكل والحديد. يبقى داخل الانزيم فيه ايونات من النيكل والحديد. الايونات دي لما بيدخل عليها جزيئات الهيدروجين، جزيئات مش ذره الهيدروجين، جزيئات الهيدروجين، الجزيئات بتتعامل مع النيكل والحديد، والايونات بتاعت النيكل والحديد بتبتدي تحرر الالكترونات اللي موجوده في الهيدروجين، فبتبقى الكترونات حره بتبتدي تخرج من خارج الانزيم. يبقى اصبح عندنا هنا خروج الكترونات من الانزيم. ما دام خرج الكترونات يبقى عندنا تيار كهربائي. وده البحث اللي هم عملوه واثبتوه، ان الانزيم اللي بيستخرج من البكتيريا ديت بتبتدي تحاصر من الايونات اللي هي من الحديد والنيكل، وبتحرر الالكترونات بتاعه الهيدروجين. فاذا وجود الانزيم ولما بدخل عليه هواء، الهواء فيه هيدروجين، بيبتدي يستخلص الهيدروجين ويحرر منه الالكترونات ويبتدي تخرج بره الانزيم، فبيبتدي يديني تيار كهربائي. البكتيريا دي طبعا هو عباره عن فطر ده غير ضار وسريع النمو، وبيوجد في التربه في جميع انحاء العالم، وممكن يعيش في اصعب البيئات زي الحفر البركانيه واعماق المحيطات. واقدر اخزن الانزيم ده المعزول لفترات طويله جدا ما بين درجه حراره الصفر و80 درجه مئويه، واقدر اخد منه طاقه كهربائيه. بس الطاقه الكهربائيه اللي بتستخرج منه بتبقى طاقه ضعيفه، ما تستخدمش الا في الساعات الرقميه والالات الحاسبه الصغيره والاجهزه. وهذه نقطة دكتور سامح، هل هذه الدراسة قابلة للعمل والتطوير عليها كي تصبح واحدة من مجالات توليد الطاقة، مثل ما شاهدنا مؤخرا مثلا الهيدروجين الأخضر، مثلا الهيدروجين الأزرق؟ هل يمكن العمل عليها حتى تصبح أيضا هي فرع من فروع الطاقة؟ لا، هو حضرتك هتبقى فرع من فروع الطاقه، ولكن كميه الطاقه المستخرجه منها صغيره، ما اقدرش استخدمها زي الطاقه الهيدروجينيه اللي هي تنتج مثلا. وبالتالي ما الاهميه التي يشكلها مثل هذه الدراسه دكتور سامح؟ تستخدم في الاجهزه الصغيره المتنقله. يعني لو انا في معمل او في منطقه صحراويه او في بيئه زراعيه وعندي اجهزه صغيره وصعب ان انا احصل على بطاريات لتشغيلها او استخدامها، اقدر استخدم البكتيريا دي، بس لازم تكون مستخرجه من المعامل. اقدر استخدم البكتيريا دي واطلع منها الانزيمات، لان قلنا الانزيمات دي يمكن ان انا اقدر اخزنها. يعني ممكن اخد الانزيمات جاهزه في اماكن او في عبوات صغيره ويدخل عليها تيار هواء، وبالتالي اخد منها تيار كهربي اقدر استخدمها كبطاريه متحركه اشغل بيها اجهزه حاسبه، اشغل بيها اجهزه محموله داخل المعمل او داخل الاماكن دي. ولكن كطاقه تشغل دوله او تشغل مصانع او تشغل مناطق بيوت كده، لا. حاليا بناء على هذه الدراسه والامكانيات اللي واضحه قدامنا صعبه شويه، او محتاجه فتره عبل ما يقولها. هذا ما قصدته عندما سألت حضرتك دكتور سامح، هل هناك ما يشير إلى أن هذه دراسة مبدئية ربما يمكن العمل على تطويرها، عمل أبحاث مرتبطة بها كي تتحول فيما بعد إلى اختراع أكبر؟ أي أبحاث بتبدأ بحاجات صغيرة وبعد كده بيحصل لها تطور وبيحصل عليها فكر كبير وتتطور وتدي إنتاجية كبيرة. ولكن دي بدأ بإنتاجية، يعني دي بداية صغيرة أوي، بخلاف الأبحاث الثانية اللي بتديني طاقة أكبر من كده كتير، ولكن هي بداية. والبداية دي دايما بتبقى مبشرة وبشرة خير للاستخدام، وبالذات لما تكون بتستخدم للأجهزة الصغيرة المحمولة. فدي هتوفر بدل البطاريات الصغيره البورتابل اللي احنا بنستخدمها،
دي هتبقى احسن. ليه احسن؟ لان هذه مستدامه، بالرغم ان هي بتدي طاقه صغيره، انما هي مستدامه مش هتحتاج شحن كل شويه، ولكن هتشتغل معايا لونج لايف فتره طويله جدا. اشكر ضيفي من القاهره دكتور سامح نعمان، استاذ الهندسه وخبير الطاقه المتجدده.